بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده هقول لكم أسعار المواد اللي بنستخدمها في صب الخرسانة بتاريخ النهاردة. بس مبدئيا عايز أقول لكم إن الأسعار بيكون فيها اختلافات أو تفاوت في الأسعار بسبب اختلاف المكان. يعني مثلا ممكن تلاقي الأسعار في مدينة العاشر من رمضان غير الأسعار في التجمع، غير الأسعار في أكتوبر، غير الأسعار في المحافظات التانية أو في القرى. بس أنا هقول لكم متوسط أسعار المواد على حسب ما احنا بنشتريها في المواقع بتاعتنا، سواء كانت في المدن القديمة أو في المدن الجديدة اللي أنا ذكرتها. بالنسبة لسعر طن حديد التسليح فبيبدأ معانا سعر الطن من 33500 جنيه، وده للحديد الاستثماري، وبيوصل معانا ل 38500 جنيه أو 39000 لحديد عز. أما بالنسبة لسعر طن الأسمنت فبيكون متوسط 4300 جنيه، وده للأسمنت رتبة 42. أما بالنسبة للسن فسعر المتر مكعب من السن عتاقة بيبدأ معانا من 370 جنيه، وسعر متر مكعب من الرمل بتاع المحاجر اللي هو الرمل النظيف يعني بيبدأ من 150 جنيه للمتر الواحد. وبالنسبة للمواقع لما بيكونش فيها مية فبنشتري عربيات مية، عربية المية سعرها بيكون متوسط 650 جنيه. أما بالنسبة لسلك الرباط اللي هو بنربط بيه حديد التسليح فعندنا سلك رباط عادي وسلك رباط مجلف. سعر الربطة أو اللفة من سلك الرباط العادي بيكون سعرها متوسط 1000 جنيه، وسعر الربطة أو اللفة من سلك الرباط المجلفن بيكون متوسط 600 جنيه. أما بالنسبة للخراطيم الكهرباء اللي بنستخدمها علشان نرمي أو نعمل كهرباء السقف فدي سعر اللفة 16 مللي منها بيكون متوسط 500 جنيه. نيجي على البسكوت اللي بنرفع بيه حديد التسليح علشان نعمل كفر أو غطا خرساني تحت الحديد، ففي منه شكاير صغيرة وفي شكاير كبيرة. الشكاير الصغيرة دي سعر الشكارة بيكون تقريبا 70 جنيه، والشكاير الكبيرة تبدأ معانا من 250 جنيه وبتوصل ل 280 جنيه. الشكارة الكبيرة دي تقريبا بتكون 4 أو 5 أضعاف الكمية بتاعت الشكارة الصغيرة. أما بالنسبة لمتوسط سعر متر الخرسانة الجاهزة اللي هي الخرسانة البمب في المدن الجديدة، فلو افترضنا إن الخرسانة عندنا إجهاد 250 محتوى أسمنتي 350 فسعرها بيكون متوسط 2500 جنيه للمتر المكعب. كل متر مكعب من الخرسانة بيكون سعره متوسط 2500 جنيه. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو الأسعار بتختلف على حسب المكان اللي انت فيه. تقريبا كل مكان بيكون فيه أسعار ثابتة في الموقع بسبب وجود العرب في المكان، فهم برضو بيكونوا متحكمين نسبيا في أسعار المواد، لأن هم طبيعي اللي بينزلوا الرمل بالذات. ممكن يكون سعر الأسمنت تقريبا واحد في كل محافظات مصر، وسعر الحديد برضو واحد، إنما بنيجي عند الرمل والسن وممكن المية دي العرب بتوع المكان هم اللي بيتحكموا في سعرها، بس سعرها هتلاقيه تقريبا قريب جدا من الأسعار اللي أنا قلتها أو زي الأسعار اللي أنا قلتها. لو في حد عايز يعرف أي حاجة أنا ما قلتهاش في الفيديو يكتب لي في التعليقات وهرد عليه.